الفتة الفتة المصرية يا بنات من احلى الفتات اللي ممكن تعمليه وتستمتعي باكلها، ولا لحمتها يا بنات دايبة دوب، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. يلا بينا يا بنات نشمروا ايدينا ونسموا الله ونجيبوا حلة ونحطوها على البوتاجاز. حطينا الحلة يا بنات، سيبناها تنشف من المية اللي فيها وحطينا فيها شوية مية محترمين. هتعملي ايه يا مسك؟ هسلق لحمة يا بنات، هسلق اللحمة المحتدى بتاعتنا بكل سهولة، بس انا عايزة المرة دي شوربة دسمة. حطيت في الشوربة بتاعتي في المية بتاعتي حطيت ورق لوري وحبهان يا بنات، واللي مش حابب يحط ورق لوري ولا حبهان يشيله، بس بيدي نكهة مميزة جدا للشوربة بتاعتك. والبوكيه الجرنيه بتاعنا المحتدي يا بنات اللي هو عبارة عن ايه يا مسك؟ اصبري شوية بس وصلي على رسولك الكريم في الكومنتات والله العظيم وهقولك. معايا طماطمية، معايا بصلاية، معايا جزر يا بنات، وقرن شطة سبايسي. ده البوكيه الجرنيه بتاعنا. هنغطوا الحلة بتاعتنا ونسيبوها تغلي شوية، وبعد كده يا بنات نشطفوا اللحمة بتاعتنا ونسقطوها في المية بتاعتنا اللي بتغلي مولعة نار. ليه ما بتشوحيش اللحمه يا مسك؟ عشان انا بصراحه ما بحبش لون الشوربه غامق، بحبها لونها فاتح. فانا عشان اقفل الانسجه بتاعه اللحمه وما خلاش تنزل العصاره بتاعتها في الميه، لازم اغلي الميه كويس جدا وبعد كده انزل باللحمه بتاعتي. هنغطوا الحله ونسيبوها تتسلق. تعالوا بقى نعملوا شويه رز ابيض من بتاع الابيض بتوع المصريين العاديين دومت يا بنات، ولا بشعريه ولا مفلفل، لا شويه رز ابيض. هنسخنوا الحله كويس جدا. وانتي واقفه عند الجزء ده يا ريت تعملي لايك من ايديكي الحلوه دي. اما انتي لو شايفه قناه مسك جديد يا ريت تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديوهات يرنلك الجرس وتشوفيها ان شاء الله. معايا بقى الحله كده سخنت كويس جدا يا بنات، نزلت بحته سمنه بلدي او زبده او زيت على حسب رغبتك والمتاح عندك حطيه. هسخنها كويس جدا يا بنات. بعد ما سخنت كويس جدا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي يا بنات، هنزل الميه عليها بسرعه. تمام كده. حط بقى الملح بتاعك. انا يا بنات عامله بالظبط كيلو الا ربع رز، دوبته كويس جدا، غسله الرز بتاعي ومجهزاه يا بنات. هنزل بالرز على طول. يلا بقى يا ست الكل، والله العظيم استاهل لايك من ايديك الحلوه دي على الفيديو العظمه ده. سر من اسرار الفته يا بنات، بعملها خطيره، تنفع تتعمل بصلصه وتنفع تتعمل بيض. النهارده حبيتها تكون خفيفه ومن غير صلصه خالص، تمام، بس ساعات بعملها بصلصه، بس النهارده قلت يا بنتي يا مسكي مشيها خفيف خفيف كده وعديها المره دي وما تعمليش ايه صلصه. خلاص كده يا جماعه جهزنا الرز معانا. هنحط له شويه ميه كمان عشان هو ناقص له ميه، نقلبوه تقليبه وخلاص كده الرز تمام وبقى زي الفل. قلبي بقى يا مسك كده. خلاص كده يا بنات، غطي على الرز بتاعك بقى وتعالوا نشوفوا هنعمله تاني مع بعض ايه يا بنات. يلا بقى في الكومنتات كده صلوا على رسولك الكريم ويا ريت تحطي لايك. انا ببص على الشوربه وبدوقها يا بنات وبشوفها محتاجه ملح ولا لا، لقيتها تمام وبقت زي الفل. عندنا بقى العيش يا بنات مقطعاه مكعبات زي ما انتوا شايفين كده بالمقص يا بنات، حطيت عليه معلقه سمنه بلدي كبيره او شويه زيت على حسب رغبتك، او حته سمنه او زبده المتاح عندك حطيه. قلبت كده وغلفت الماده الدهنيه بالعيش كويس جدا يا بنات. عسل كده. يلا بقى سخني فرنك ودخليه. مسخنه الفرن على كام؟ على الهادي يا زبادي يا بنات، يعني خلي فرنكم هادي وما تعلوش قوي عشان العيش يتحمر معاكي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. شايفين العيش يا بنات لونه تحفه جدا. تعالوا بقى نحضروا الطبق الفته مع بعض. معايا بقى كده صينيه او طبق المتاح عندك اعمليه. انا حطيت في الصينيه بتاعتي كبشتين رز، بحب احط لها كده في اول طبقه رز.
بحب اعملها طبقتين زي التورته يا بنات. وزعت الرز بتاعي كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت، قمر كده. هنحط بقى طبقه عيش كمان. زي الفل. وزعي العيش بتاعك في كل حته. اما العيش ده حلو حلاوه يا بنات، مش قادره اوصف لكم حلاوته ولا طعمته، يتاكل حف والله يا بنات. خلاص كده كده الطبقه التانية جهزت معايا. هنجيبه بقى طبقه رز كمان نحطوها فوق. عسل كده. وزعي بقى الرز بتاعك في الجوانب كلها. انا حبيت اغطي الجوانب كلها ومش عايزه ابين العيش يا جماعه على قد ما اقدر. تعالوا بقى نجيبوا الشوربه بتاعتنا الدسمه يا بنات. بعد ما اللحمه استوت ودابت دوب، طبعا بخليها تتهري خالص يا بنات اللحمه. بسقي بقى كده الفته بتاعتي بالشوربه الدسمه بتاعتي. وكميه الشوربه دي على حسب رغبتك. انا بحبها تكون بايشه شويه في الشوربه يا بنات، بحب شوربتها تكون زياده. ممكن تكوني انت بتحبي قرشه العيش فيها، مفيش مشكله، على حسب ما انت بتحبي وبتعملي اعمليه. بس الواحد كده بنبداوا يعني نقعدوا مع بعض كده نتكلموا في فيديو يا بنات. انت تقولي افكاري في الكومنتات، انا اوريكم افكاري في الفتة عملي. فكلنا كده بنستفيدوا من بعض يا بنات، كلنا شاطرين واحنا متفقين على الكلام ده، بس كلنا كده بنفيدوا بعض. معايا بقى يا بنات بعد ما ظبطت كده الشوربه والعيش، معايا بقى كده نص راس توم في حته سمنه. هبدأ كده اشوح. شوحي بقى التوميه بتاعتك كده على الهادي وما تخليهاش تتحرق منك. عايزينها لونها ذهبي كده جولد كده يا بنات، من اللي قلبك يحبه ده او اللي قلبك يحبه. نسيتي تصلي على رسولك الكريم، وعارفه ان انت واقفه عند الحته دي ولحد دلوقتي مستخسره تحطي لي لايك او تكتبي لي كومنت حلو تصلي على رسولك الكريم. بالله عليكم قدروا تعبي يا بنات وحطوا لي لايك. خلاص كده التوم وصل للمرحله الحلوه دي. هطصه على طول بربع كوبايه خل يا بنات. يا لو كنت هنحرق. يلا الحمد لله. خلاص كده يا بنات تمام وبقى زي الفل. هنحط بقى كبشه شوربه كمان على شويه التوم بالخل دول، ونوزعه بقى يا بنات كده على وش الفته من فوق، عشان العين بتاكل قبل البق، فلازم تخلي اكلك منظره حلو وشيك، بحيث ان انت تفتحي نفسك على الاكل او تفتحي نفس ولادك وجوزك واللي موجودين معاكي في البيت. قمر كده يا بنات. وزعنا في كل حته. هنحط بقى اللحمه بتاعتنا المستويه ودايبه دوب يا بنات. والله العظيم ما كانتش مستحمله يا بنات. ممكن على فكره تحمري اللحمه، بس انا قلت يا بنات خليها خفيف كده. محمرين السمن، العيش بالسمنه، الرز معمول بالسمنه، التقليه معموله بالسمنه، فقلنا خفيف خفيف كده. يلا بقى اللي عجبه الوصفه دي يا ريت يحط لي لايك، يكتب لي كومنت حلو، صلي على رسولك الكريم، واشوفكم في فيديوهات احلى واحلى يا بنات مع العظمه دي. جربي ان شاء الله هتعجبك. يلا سلام.